ما سمعتوش اخر نكتة؟ لا، طب تعالى بقى وانا اسمعك اخر نقطة وجميلة جدا وهتفضل تضحك عليها كتير خالص لحد ما تسخسخ على نفسك من الضحك. اسمع يا عم. طارق السيد، طارق السيد اللي هو صاحب الشمة قال لك ايه؟ قال لك احمد فتوح افضل بمراحل من علي معلول، وافضل فنيا من علي معلول، وعنده مميزات اكتر من علي معلول. يعني احمد فتوح باك شمال متكامل، يعني يفصل من علي معلول كتير، واحسن من علي معلول دفاعيا وهجوميا. واحد يشيد باحمد فتوح ويقول لك اصل ده من وجهة نظري. اضحك بقى واسمع يا اهلاوي. عايز يقنعني ان احمد فتوح افضل من علي معلول اللي هو من افضل المحترفين اللي جم مصر، من افضل الناس اللي جت في الباك الشمال في النادي الاهلي، اللي قرب يحصل امادو فلافيو في عدد الاهداف وصناعة الاهداف كمان. علي معلول اللي كل الاندية كانت بتعمل له الف حساب، والجبهة اليسرى المفتاح الرئيسي للنادي الاهلي بيقول لك احمد فتوح احسن منه. انا معاك، احمد فتوح لاعب محترم، لاعب كويس، لاعب جاي، لاعب يعني بيأدي، لكن مش علشان النادي الاهلي وطالع اخبار ان النادي الاهلي بيفاوض احمد فتوح يبقى علشان علي معلول وحش. لا، علي معلول خلاص، علي معلول قدامه سنة اتنين بالكتير بإذن الله ويعتزل. علي معلول قدم كل مفشع للنادي الأهلي. علي معلول الظهير الطائر، الظهير الهداف اللي هو مفيش باك شمال جاب أهداف زيه في مصر كلها. عايز تقنعني يا ابو شمة ان علي معلول اقل من احمد فتوح؟ عايز تجيب احمد فتوح وتقارنه بعلي معلول؟ علي معلول اللي سبق الدنيا كلها ببطولاته، سبق الدنيا كلها باهدافه، وتقول لي احمد فتوح اللي لسه بادئ مشوار مع الزمالك؟ هو احمد فتوح بقاله كام سنه مع الزمالك؟ خد كام بطوله؟ صنع كام هدف؟ جاب كام هدف؟ بتقول لي كمان ان هو اصله بادئ متاخر عن علي معلول؟ طب ما انت بتقارن ليه ما دام هو بادئ متاخر على علي معلول؟ بتقارن ليه النهارده لما تحط؟ انت بتظلم احمد فتوح لما تقارنه بعلي معلول. انت لو سالت فتوح نفسه مين افضل باك شمال في مصر هيقول لك هو علي معلول. فانت ابو شمه ما تدوس كتير وتقول لك اصل النادي الاهلي عايز ياخد احمد فتوح علشان افضل من علي معلول، وتهيج بقى الدنيا وتهيج الجماهير على علي معلول. لا، انسى، انسى الكلام ده. فاحنا لو هناخد احمد فتوح علشان يكون هو بديل علي معلول، مش هو الاساسي على علي معلول. افهم الكلام ده علشان الكلام ده انت هتحتاجه كتير، لكن انت محدش بيجيب سيرتك. عايز تعمل ترند، فانت ايه؟ بتدور على حاجه تخليك ترند، تدور بقى على حاجه في النادي الاهلي، تخش بقى على علي معلول، تخش على النادي الاهلي في اي كلام علشان الناس تجيب سيرتك. لكن انسى يا ابو شهيد.